كل سنة وأنتم طيبين وبخير يا رب. هاقول لِك فكرة حلوة بقى، اعملي شربات الكنافة أو شربات الحلويات بتاعتِك بتاعة رمضان، كل مرة واحدة كده وحطيه في برطمانات وحطيه في باب التلاجة، أو حطيه في التلاجة بتاعتِك من تحت، أو في المطبخ برضه، وهتريحي نفسِك، وكل بقى ما تعملي حلويات تسحبي منه وتحطي على الحلويات وتريحي دماغِك خالص. حلو أوي، أوي الشربات ده، هينفع معاكِ وهيبقى متوفر معاكِ على طول كده، بدل ما كل شوية تعملي نوع حلويات وتضطري إنِك تعملي معاه الشربات بتاعه، لأ هيبقى متوفر معاكِ وهيبقى سهل أوي، أوي. لو أول مرة بقى بتشتركوا تتفرجوا عليَّ، يا ريت، يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. ده أنا عملت معاكم كده، ده كيلو سكر حطيت عليه، ده كيلو سكر كان حوالي 4 كوبايات سكر، هاحط عليهم 4 كوبايات برضه مَيّة وليمونة عصرتها كده وحطيتهم على البوتاجاز. هيعمل معايا بقى شربات حلو جدًا، جدًا. هابدأ بقى أعبيه كده في البرطمانات بعد ما يبرد، وهاحطه بقى في باب التلاجة وبس وخلاص كده. كل بقى أمّا أعمل كنافة، أعمل قطايف، أعمل بسبوسة، أي نوع حلويات هاطلّعه بقى واستخدم منه على طول كده، هيبقى سهل معايا ومتوفر معايا. بس وخلاص كده، كل سنة وأنتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.